لما يكون في منتج آمن جدا وسعراته الحرارية مش موجودة تقريبا بيحللنا القهوة والنسكافيه ونقدر نستخدمه في الخبز، يبقى احنا كده في السيف سايد. شركة ستيفيانا بعتت لي المنتج ده يعني هدية كده منهم، بشكرهم عليها. منتج اسمه ستيفيانا، مستخلص من نبتة الاستيفيا المعروفة طبعا ان هي نبتة طبيعية ومسكرة كده لوحدها سبحان الله. فيبقى المنتج ده كده بيتوافر فيه كل الشروط الممكنة عشان خاطر نستخدمه كاستخدام يومي لينا. ريفيو كامل عن المنتج، اعملوا لايك ويلا بينا على طول. زي ما احنا شايفين كده المنتج اسمه ستيفيانا، وزي ما قلت لكم ان هو محلى طبيعي مستخرج من نبتة الاستيفيا اللي سبحان الله ربنا خلقها طعمها مسكر كده لوحدها. المنتج حاصل على موافقة الهيئة القومية لمنظمة الغذاء، والمنتج سعودي الصنع طبعا، ده حاجة كويسة جدا عشان المقاطعة. ودي شكل الباكت كده من جوه. العبوة المتاحة عندنا في مصر هنا، العبوة اللي احنا شايفينها دي فيها حوالي 50 باكت بس. وزي ما احنا شايفين كده هنقرا مع بعضينا الموجود على العبوة دي. كل المعلومات عندي على العبوة كده بالمنظر ده، ان هو مصنوع من ستيفول جلوكوسايد التي لا تحتوي على سعرات حرارية. ستيفيانا له مذاق لذيذ ولا يترك مذاقا مزا او بيعمل هو افتر تيست يعني. والباكت الواحد يعني بيعادل معلقتين سكر. لو مش بتحبوا الحاجه مسكره قوي ممكن نحط نص الكيس بس، ده المتاح حاليا في مصر، لكن في السعوديه في منه اشكال كتير قوي. طبعا ينفع معانا في المشروبات البارده والسخنه، وينفع كمان في الطبخ، وما ينفع كمان معايا في الخبز، وطبعا دي اهم حاجه. المكونات كلها زي ما احنا شايفينها كده قدامكم، ما فيهوش اي حاجه مضره خالص خالص، ولا حتى سبارتام. طبعا السبارتام ده مهم جدا ان هو ميبقاش موجود في السكر دايت معانا، ان هو مضر جدا. اكتشفوا مؤخرا ان هو بيجيب امراض اعوذ بالله وحشه جدا ومضره جدا جدا لينا. فالمنتج خالي من السبارتام، وده اهم حاجه. زي ما احنا شايفين هو من انتاج المملكه العربيه السعوديه، جده المملكه العربيه السعوديه، وصنع في السعوديه برضو. طبعا ده حلو جدا جدا. زي ما احنا شايفين العبوه دي هي المتاح منها بس في مصر. طبعا هقول لكم تطلبوها ازاي او تجيبوها ازاي. الموضوع سهل جدا. من صفحتهم على الفيسبوك هسيب لكم ان شاء الله اللينك بتاعها في صندوق الوصف باذن الله لو عايزين تطلبوه اونلاين، لان على صفحتهم بيبقى في عاملين عروض حلوه جدا، وسعره بيبقى احلى وارخص كمان من بره بكتير. هنبص كده على الحقائق الغذائيه مع بعضينا، هنلاقي ان لكل مغلف من السكر دايت حوالي هو 2.5 جرام. مفيش اي كالوريز خالص الا حوالي 6 جرام كالوري، وطبعا ده زي الفل. مفيش طبعا لا دهون متحوله ولا دهون كليه ولا كارب ولا بروتين ولا هو يعتبر زيرو كالوري. وزي ما احنا شايفين الاستهلاك اليومي للناس المدمنة السكر ما يعدوش اكتر من 14 باكت. طبعا ده رقم فظيع يعني، عشان برضو ما يعينش معانا مشاكل، لكن غير كده استخدموه امن جدا جدا جدا. هنفتح بقى العبوة مع بعضينا زي ما احنا شايفين كده، ونشوف الدنيا يعني من جوه عاملة ازاي، نعملها انبوكسنج زي ما بيقولوا. هنفتح كده ونلاقي من جوه الباكتس منورة الدنيا كده باللونها الاخضر الجميل ده. حوالي 50 باكت. طبعا بيقعدوا يكفوا معانا كتير جدا جدا جدا. طبعا هجرب المنتج معاكم طبعا في الخبز وفي القهوه وفي الشاي وفي كل حاجه عشان نعرف الطعم مع بعضينا عامل ازاي. ده خليط للوافل اللي انا عملته معاكم قبل كده في القناه، اللي عايزين تعرفوا عملته ازاي هتلاقوا اللينك بتاعه في الديسكريبشن. فاضل بس على السكر دايت هحط طبعا باكت من الاستيفيانا عشان اعرف طعمه عامل ازاي. والله اول مره اجربه معاكم قدام الكاميرا، وهقول الحق بصراحه انتوا عارفيني يعني. وهجربه عقبال ما يستوي كده معايا الوافل، هجربه كمان في النسكافيه بتاعي بالشكل ده. زي ما قلت لكم الباكت الواحد بمقام معلقتين سكر. خلاص عملته، وهبتدي بقى احط كده ارص الدنيا كلها جنب بعضها واشوف الطعم هيبقى عامل ازاي. كده بالظبط خلاص الوافل جاهز معايا، ابتدي ندوق. طبعا الوافل بحط عليه عسل من فوق عشان اعرف طعم بقى، احلي طعمه. انا هجربه من غير عسل كده واشوف طعمه عامل ازاي. الطعم ممتاز جدا جدا جدا، مش عامل افتر تيست خالص 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 والله العظيم بمنتهى الصدق. نجربه طبعا في النسكافيه ونشوف الدنيا عامله ازاي معايا برضو. رائع. لو في اي حاجه هقول لكم يا جماعه بجد والله العظيم رائع. طب الفيصل معانا بقى في الكلام ده كله ان احنا نجربه في الشاي. هنشوف بيغير لونه،
بيعمل رغوة، بيغير طعمه، هنجرب. احط برضو باكت السكر على الشاي وانزل عليه بالميه السخنه. لو مش بتحبوا الحاجه تبقى مسكره قوي، حطوا يا جماعه نص الكيس. المنتج قوي جدا جدا جدا، بيسكر الدنيا قوي يعني، فاهمين قصدي؟ ونقلب كده مع بعضينا زي ما انتم شايفين ما شاء الله. مش عامل رغاوي كده ولا اي حاجه على الشاي، بس اهم حاجه الطعم كمان. بس هوريكم كمان اللون زي ما احنا شايفين ما شاء الله لا قوه الا بالله. كوبايه الشاي بتنور، مفيش منها اي مشكله خالص. انا مش شايفه اي رغاوي ولا لون غير ولا عمل اي حاجه خالص. هندوق بقى عشان ده اللي هيحكم معانا الطعم وهيخلينا نحس. احنا جربناه في الخبز وجربناه في النسكافيه، هنجربه في الشاي عشان ده اهم حاجه عندنا، لان في ناس بتكره السكر دايت بسبب الافتر تيست او الطعم المر اللي بيسيبه. والله العظيم رائع، جربته فعلا تحفه. هو بس عيبه الوحيد انه بيسكر قوي، اكتر من كده انا مش شايفه فيه اي عيب. اظن ده دليل على قوه المنتج. طيب هتقولوا لي ممكن يا رضوى نلاقي المنتج ده فين؟ في القاهره او في الجيزه او في اي محافظات من محافظات مصر؟ هنلاقيه في صيدليه اسمها صيدليه اسامه الطيبي. دي كل الفروع بتاعتها في جمهوريه مصر العربيه، وده رقم كمان المختصر بتاعهم، الهوت لاين يعني زي ما بيقولوا، او طبعا صفحتهم على الفيسبوك. على فكره لو طلبتوه اونلاين عاملين عروض حلوه جدا، ان العلبه ال50 باكت هتتباع عندهم ب 175 جنيه بدل 225 جنيه، وطبعا ده اوفر كويس جدا غير مصاريف الشحن والحاجات دي. انا من رايي يا جماعه ان المنتج فعلا فعلا ممتاز. طبعا ينفع لكل انواع الدايت، ينفع للصيام المتقطع، وينفع للكيتو، وينفع لللو كارب، وينفع طبعا لمرضى السكر. اخر حاجه هقولها لكم، انتوا لو عايزين تعرفوا اي معلومات او اي حاجه زياده عن المنتج ده زي ما قلت لكم هتلاقوا الصفحه بتاعتهم في صندوق الوصف عشان يبقى كل حاجه واضحه قدامكم. يا رب تكون حلقه النهارده تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى باللايك والشير والسبسكرايب والفيسبوك والانستجرام والتيك توك، وبحبكم جدا 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 يا احلى عيله سكر دايت، وجربوا السكر ده. سلام.